السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم كل المتابعين، يا رب تكونوا كلكم بألف خير. ما تنسوش تسموا بالله وتصلوا على الرسول التعالى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. بصوا بقى، عندي بيضتين أهو. قلت كده إيه، تعالوا نعمل بيهم حاجة حلوة كده للولاد، تنفع كده في المدرسة، تنفع فطار الصبح كده تشربيه مع شاي بلبن ولا حاجة، كوباية نسكافيه، كوباية قهوة، حاجة كده على السريع مش تاخد منك وقت خالص. وبيضتين بس، ادي بيضتين معايا بدرجة حرارة الغرفة. طبعا مع البيض لازم 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 فانيليا، معروفة دي. حطي كده باكت او باكتين فانيليا زي ما انتي حابة. الفانيليا حلوة وبتمنع اي زفورة. حطيت البيضتين، حطيت عليهم فانيليا، معلقة كبيرة من الخل الابيض. الخل مش بس بيضيع ريحة الزفارة، لا ده كمان بيعتبر مادة رافعة علشان خاطر ترفع الكيك وتخليه هش. معايا كوباية وربع من السكر. والسكر يا جماعة ممكن تتحكمي فيه، كنت اخليها كوباية ونص، ممكن تخليها اكتر او اقل زي ما انت حابة بالظبط. استخدمي شوية كده زيت، وهنكمل الزيت بالسمنة. محتاجين ايه؟ كوباية الا ربع زيت على سمنة. ممكن تستخدمي زيت بس، ممكن تستخدمي سمنة بس، المتوافر عندك استخدميه. ازود كده بقى ايه الباقي سمنة. تمام، خلاص كده. محتاجة ايه؟ باكو من العصير الفروتي. لو عندك عصير تانك او اي حاجة بطعم البرتقال استخدميه، ده بقى هيديلها نكهة في حتة تانية. يلا ونحط اهو. ادي الزيت اللي على سمنة. على فكرة الزيت اللي على سمنة ده يا جماعة بيبقى تحفة جدا جدا. ماشي. فاضل لنا ايه؟ نضرب كل المكونات ديت في بعضها وارجع لكم تاني ثانية واحدة. ضربتهم كده حبة حلوين. طبعا انا بوقف الكاميرا علشان اضرب وبرجع اشغلها تاني علشان خاطر ما اطولش عليكم الفيديو. دي ايه؟ كوبايه اللبن اللي انا قلت لكم عليها. استخدمي اي لبن موجود عندك، لبن معلب، لبن عادي، لبن بقري، لبن جاموسي، اي حاجه شغاله معاكي. خلاص كده ننزل كده ايه معايا ايه؟ معايا كوبايتين من الدقيق، وعلى الكوبايتين دول محتاج معلقتين من النشا. نضرب بس كل المكونات دي ببعضها. دول الكوبايتين اللي انا محتاجاهم. نزلوا بقى كل الكلام ده حبه حبه. مادام هحط دقيق يبقى على طول هحط بيكنج باودر. نزلي كده كل الدقيق. طبعا هننزل ايه زي ما احنا متعودين، جزء جزء. خلاص. معايا ايه؟ اي بيكنج باودر عندك استخدميه، مفيش اي مشكله. حط كده البيكو، وانا لسه كده كده هكمل الباقي. ومعايا ايه؟ ذره ملح. ونقلب كل الكلام ده كده في بعضه. قلبنا الحبه الاولانيين، تعالوا يلا ننزل باقي التاني. ادي اهو. ننزل كمان الجزء الباقي، ولسه فاضل جزء كمان بس هنشغل ونرجع ننزل. اللي واصل معايا لحد
دلوقتي يعمل اللايك والشير، ان شاء الله هتطلع معايا احلى كيك وبيضتين بس. نوقف تاني ننزل. بصوا كوبايتين دي نزلتهم على كام مره يا جماعه؟ نزلتهم على 3 مرات اهو. بصوا كده، دي كده ايه المره الاخيره. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنزل معايا معلقتين النشا. عايزه اقول لك النشا بتخليها في حته تانيه. بسم الله. ادي معلقه، 2. نضرب يلا ضرب مبح. ضربناها وزي الفل. بصوا دي صينيه مقاس 18، دي صغيره عشان كده عملت معاها انجلش كيك، وممكن اعمل الصينيه الكبيره. المقادير دي تكفي لحد صينيه 24. يلا بينا بقى نطلع كده الكيك بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين اللون يا جماعه؟ بسم الله. خلاص كده بصوا شايفين وصلت كده لنصها. هجيب بقى الباقي ده ايه في الانجليش كيك. دي يا جماعه مقاسها صغير، عايزين تعملوا واحده بس في واحده 24 براحتكم. شايفين اللون يا جماعه؟ شايفين اللون تحفه ازاي؟ يلا بينا. خلاص كده نزلت كل الخليط بتاعي. يلا بينا نجري ندخله على الفرن. قبل ما ندخله الفرن هنعمل ايه؟ نضربه كده ضربه وندخله الفرن. ندخلها الفرن ساعة الا تلت واشوفكم بقى واقطعها معاكم. بصوا يا جماعه سخنه مولعه، شلت بس الكوبايه منها. طبعا يا جماعه انتوا قاعدين في بيتكم ما تقطعوهاش. سخنه مولعه، مش خايفه تتفرول مني من كتر ما هي سخنه. انا عايزه بس اوريكم الارتفاع بتاعها قد ايه. بصوا بصوا هي طبعا مش مظبوطه، هي محتاجه تبرد. شايفين النار طالعه منها قد ايه؟ هي تحفه بس محتاجه تبرد. انا هستنى عليها تبرد شويه. شوف كده ده الانجليش كيك. استنى عليها تبرد شويه وبعدين اقطعها. بس بصوا بصوا السمك. هي طبعا عشان سخنه قوي يعني بتتقطع مني. لو صبرتوا عليها اما تبرد هتبقى زي الفل معاكم. بصوا كده برضو سخن، بس انا عموما هقطعه واوريه لكم. جربوا الوصفه دي. بصوا لونها عامل ازاي. بصوا بس هي سخنه يعني انا مش عارفه امسكها. جربوا الوصفه دي. بصوا طعم البرتقال ايه تحفه فيها. جربوها ان شاء الله تعجبكم. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامه.